شهود النور قريبا في افتتاح المتحف القبطي بمصر القديمة. وتكمن أهمية الأمر في أن مصر تحتفظ بأقدم كتاب ظهر حتى الآن من هذه المزامير، ويحتوي على 151 مزمورا كاملا. خروج مزامير النبي داود عليه السلام يعد الحدث الأبرز الذي تنوي به مصر إعادة افتتاح المتحف القبطي بعد سنوات من الاحتجاب تم خلالها ترميم أركانه ومحتوياته. من ملازم، كل ملزمة حوالي 10 ورقات، واحنا قدرنا ان احنا نفكك الملازم، لكن مسكنا ملزمة واحدة بس اللي عملنا فيها تجربة الترميم. وتأمل مصر من خلال هذا المشروع والذي بلغت تكاليفه 28 مليون جنيه أن تعلن للعالم رسالة بسيطة ولكنها مهمة، مفادها أن مصر الدولة الإسلامية والتي تقود العالم الإسلامي تفتخر بتراث قبطي ولا تتبرأ منه. ومن أجمل مقتنيات المتحف اللوحات الجدارية والتي تؤرخ لدخول المسيح عليه السلام مصر داخل إكليل من الزهور، وأيقونة لدخول العائلة المقدسة لمصر، وشرفة من الفريسك للسيدة العذراء وهي تردع المسيح عليه السلام، إضافة إلى أناجيل أثرية مكتوبة باللغة العربية. المتحف القبطي أنشأه مرقس باشا سميكا عام 1908 لكي يؤرخ لمصر في الحقبة المسيحية الثرية بروائع الفن القبطي المسيحي، إضافة إلى النسيج الذي تفردت به مصر وبالذات في الفترة المسيحية. هذه المهمة ليست سهلة، بل ربما تكون أصعب مراحل المشروع، لذا استدعت مصر أفضل الخبراء من إيطاليا ليعكفوا بالشهور ولساعات طويلة من العمل المتواصل